أبو حنيفة طبعا أجاز بأن يجوز الولد أن ينكح أمه بشرط أن يضع على إحليله قماش. قال أبو حنيفة: لا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته. قد واحد شوية يحاول يتنطع يقول لا، هذا في حال الجهل، مثلا هو لا حد عليه إذا تزوجهن وهو ما يدري قرابتهن منه. أي طبعا جاهل مو مشكلة. لا، أبو حنيفة يقول عالما بقرابتهن منه. خلاص أكد بعد عارف هذه أمه وهذه بنته وهذه أخته وتزوجهن. تمام. كانت الشرائع أنه الأبناء يتزوجون الأخوات، كان مباح لهم في آدم إلى شيس عليه السلام، يعني إلى زمان شيس عليه السلام ابن آدم كان الأخ يتزوج أخته وكان مباح. في حديث أخرجه مسلم عن ابن عباس إن سيدنا رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم. يبقى الزواج وأنت محرم جائز ولا غير جائز؟ في هذه الصورة يبقى جائز طبعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب أبو حنيفة يقول من تزوج من محارمه فلا حد عليه. المحارم مثلا أمه، أخته، بنت أخوه، بنت أخته، واحدة من محارمه، عقد على واحدة منهم ووطئها، هنا لا يقام عليه حد الزنا. قال: في من ملك بنت أخيه أو بنت أخته وعمته وخالته وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة وأمه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه، ثم وطأهن كلهن عالما بما عليه في ذلك، فإن الولد لاحق به ولا حد عليه. أعتقد أن أول الأنبياء فعل هذا الشيء لأبنائه، رآهم ينكح الأخ أخته ولا إشكال في ذلك. المذهب الشافعي يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا 100%. أنه يصحح أن يتزوج الأب بابنته من الزنا، هذا مروي عن الشافعي نقله عنه عدد من العلماء. الإمام الشافعي يجيز هذا لأنه يقول إن ماء الزنا هدر. إذا زنى بامرأة فولدت بنتا من ذلك الماء الحرام، فله أن يتزوج بتلك البنت لأنها لا تعد ابنته. الشافعي مثلا ينسب له مسألة جواز نكاح البنت من الزنا، هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم. في زنا المحارم شيء مزعج، أقسم بالله هزني هزة. رقم 1 شو أسئلة؟ مش النمسا، مش بريطانيا، مش أي دولة، مش إسرائيل، عرب مسلمون. يقول أبو حنيفة النعمان: ولا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من وطأ أمه التي ولدته وبنته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطأهن شنو؟ كلهن. محل بالآثار تصنيف الإمام الجليل المحدث الفقيه ابن حزم الأندلسي، صفحة 200. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته، عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به.